عندك مشكلة مع بشرة متضررة من الحروق أو جروح أو التقشير أو أي التهابات، بتدوري على كريم يساعدك على ترطيب وتغطية بشرتك ويسرع كمان من إنها تخف بسرعة، أو كريم يخفف من أي تورم أو كدمة عندك، يبقى انتي محتاجة تكملي الفيديو للآخر. أهلا بيكي في قناة قبل ما تشتري. في الفيديو ده هعملك مقارنة ما بين كريمين من شركة بايوديرما اللي بتقدم حلول كتير جدا للبشرة الحساسة والمتضررة، وهما بايوديرما سيكابيو وبايوديرما سيكابيو أرنيكا بلس. في آخر الفيديو هتعرفي ايه الفرق ما بينهم وازاي تستخدميهم وايه فوائدهم للبشرة، وكمان مين فيهم المناسب أكتر ليكي. أول حاجة هنقارن بينهم فيها هي الغرض والاستخدام. بايوديرما سيكابيو هو كريم مخصص للبشرة اللي تعرضت لأي ضرر زي الحروق أو جروح أو تقشير أو أي التهابات في الجلد. أما بقى بايوديرما سيكابيو أرنيكا بلس فهو كريم مخصص للبشرة اللي فيها أي ورم أو كدمات، يعني لو عندك أي جروح أو حروق أو تقشير استخدمي بايوديرما سيكابيو. إنما بقى لو عندك كدمة أو ورم فبايوديرما سيكابيو أرنيكا بلس هيكون الأحسن ليكي. تاني حاجة هنقارنها بينهم هي مكونات والفوائد. بايوديرما سيكابيو فيه مزيج من المواد الفعالة اللي واخد براءة اختراع، والمزيج ده بيخفف الألم والهرش وبيساعد على إعادة توازن البشرة، واسمه انتالجيسين. وكمان في مادة طبيعية من شجرة الصنوبر بتساعد على حماية البشرة وبتحافظ على ترطيبها. وفي الزنك المفيد جدا للبشرة كمضاد للالتهابات والبكتيريا وبيساعد على تطهير وحماية البشرة. كمان في جليسرين، ودي مادة مرطبة قوية جدا بتحافظ على المية جوه طبقات البشرة العميقة وبتحافظ على ترطيبها. أما بقى بايوديرما سيكابيو أرنيكا بلس ففي نفس مكونات بايوديرما سيكابيو، بس بيزيد عليهم مستخلص الأرنيكا، وده نبات طبيعي مضاد للتورم والكدمات وبيساعد على تحسين الدورة الدموية في المنطقة المصابة. تالت حاجة هنقارنها هي الحجم، والاتنين حجمهم واحد وهو 40 مللي. ودي كانت مقارنة ما بين كريمين بايوديرما سيكابيو وبايوديرما سيكابيو أرنيكا بلس، ودلوقتي تقدري تختاري منهم المناسب ليكي. أتمنى تكوني استفدتي وعجبك الفيديو، ولو عندك أي سؤال أو لو جربتي أي كريم منهم اكتبيه في كومنتات تحت، وما تنسيش تدوسي لايك وتشتركي في القناة عشان ما يفوتكيش أي فيديو جديد. شكرا للمتابعة وأشوفك في فيديو جديد قريب. سلام.